ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو دياب الجديده، اغنيه قولي اسمي، لسه نازله كده بقالها حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه عمرو دياب الجديده اغنيه قولي اسمي، الاغنيه من كلمات ايمن بهجت قمر، ومن الحان محمد يحيى، ومن توزيع جلال الحمداوي. الاغنيه انا سمعتها وقلت اطلع اقول لكم رايي فيها. انا شايف ان هي من الاغاني القويه جدا لعمرو دياب، ركز جدا كان اكيد في الاغنيه دي عشان تطلع بالشكل اللي احنا شفناه بيه ده. انا شايف كمان ان ايمن بهجت قمر كان بقاله فتره مش عامل شغل جديد مع عمرو دياب، فدي حاجه حلوه جدا ان احنا نسمع شغل ايمن بهجت قمر مع عمرو دياب من تاني بعد فتره. هي ما كانتش فتره كبيره بس كانت فتره برضه يا جماعه. يعني عمرو دياب الفتره الاخيره ما شفتش كان منزل شغل جديد مع ايمن بهجت قمر. في اغاني بصراحه ساعات ما بتعجبنيش او تبقاش احسن حاجه، بس في اغاني كتير لايمن بهجت قمر بتبقى علامه لعمرو دياب في تاريخه وبتعيش معاه لسنين كتير جدا بعد كده. الاغنيه انا شايف ان هي كلماتها كانت كويسه، قافيه، كانت معموله بطريقه مبتكره جدا. ايمن بهجت قمر من الشعراء الكبار جدا يا جماعه، هو بيشتغل في الاغاني مع فنانين معينين. يعني انا مثلا بلاقيه شغال مع عمرو دياب اكتر. حماقي كان بقاله فتره شغال معاه، لكن الفتره الاخيره مش عارف كان في خلاف او في ايه بالظبط، او ما اتفقوش على حاجه معينه فمبقاش فيه شغل جديد مع بعض. لكن انا مفتقد جدا حته ان انا اسمع شغل ايمن بهجت قمر مع تامر حسني الشاعر الكبير المحترم. لو هو بيتفرج عليا دلوقتي انا بطلب منك ان انت تعمل شغل مع تامر حسني الفتره اللي جايه. تامر من الاصوات القويه ومن الاصوات الحلوه جدا، هو اشتغل مع ايمن في اغاني تتعدى على الصوابع. انا عايز اغاني اكتر ويكون في بينهم تعاون اكتر من كده بكتير. لحنها كان محمد يحيى، كان من الالحان الكويسه جدا. محمد يحيى يا جماعه ملحن موهوب جدا، ودايما بيبقى شغله كرييتيف، تبقى محسوسه جدا، مش مجرد لحن وخلاص. بالرغم ان برضو بعاتب عليه في الفتره الاخيره في كام حاجه عملها ما حسيتهاش، وبرضو ده رايي، يعني انتوا حرين، ممكن حد مثلا يتعجبه جدا وممكن حد ما تعجبوش، بس انا بقول لكم وجهه نظري. محمد يحيى عوده قويه جدا لعمرو دياب، دايما بيعمل الحان بتبقى في الجون مع عمرو دياب بالذات، بيبقى مركز جدا. ده كان ملحوظ قوي في الاغنيه. اللحن كان معلم معايا جدا من اول ما ابتديت الاغنيه لغايه الاخر. بجد ما كنتش متضايق او مثلا كنت حاسس ان انا فاصل وانا بسمع اللحن، بالعكس كنت مبسوط جدا لما بسمع الاغنيه. بسمعها على 3 مراحل، مره بالكلمات ومره باللحن ومره بالتوزيع، عشان اقدر اركز كل مره فيها في حاجه من ال3 دول، عشان اعرف ان انا اقول لكم رايي في الاغنيه واقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي انا ما كنتش مبسوط منه في الاغنيه. في الاخر انتوا برضو ليكم رايكم، طبعا انا بحترم راي كل الناس، انتوا عارفين. بالنسبه لي شايف ان اللحن كان من ضمن العناصر القويه جدا في الاغنيه. الريتم ده سمعته زيه شويه في اللوك الجديد، زيه شويه في اغنيه مثلا خلى الحجر ينطق، حاجه كده من الاغاني اللي هي الرايقه، من الاغاني الحلوه بتاعته. رتمها كنت حاسس ان هو مكرر، سمعت زي ما قلت لكم رتم او واخده نفس السكه شويه. بالعكس انا كنت مبسوط من الاغنيه اكتر من الاغنيتين دول. يعني بالنسبه لي مثلا دي افضل من خلى الحجر ينطق. يعني الاغاني اللي اتظلمت شويه كانت حلوه وكانت كويسه بس اتظلمت، لكن الاغنيه دي شايف ان هي هتعلم مع الناس اكتر، شايف ان هي كمان هتبقى احسن من خلص على قلبي. خلص على قلبي بالنسبه لي كانت مش اقوى حاجه من عمرو دياب، ومحتاج ان هو يعمل حاجه اقوى من كده. مستني اغنيه يا ليل بتاعه عمرو دياب وابنه عبد الله، كانت نازله في اعلان فودافون الفتره اللي فاتت وهتنزل كامله ان شاء الله. ولما تنزل هطلع لكم رايي، واكيد طبعا دي عايزه موال كبير جدا، ان الاغنيه فيها جزء انجليش وفيها الجزء اللي هو بتاع عمرو دياب، فيها بيت هيتعمل يا جماعه هيبقى خرافه من احمد ابراهيم. احمد ابراهيم من الموزعين الكبار جدا، وانا بحييه جدا من خلال الحلقه. عندي موزعين الشاطرين جدا وانا بحب جدا شغلهم مع عمرو دياب، وقالوا فتره عامل شغل مع عمرو دياب كان بوم جدا، وبدايتهم كان اغنيه اتقل لعمرو دياب في الصيف اللي فات. التوزيع كان معمول بشكل احترافي يا جماعه بجد. يعني شايف التوزيع كان متعوب عليه. يعني جلال الحمداوي من الناس اللي بحب شغلها جدا، مع تامر حسني ومع رامي صبري، موزع عبقري وبيطلع شغل حلو جدا. ودايما كل مره بحس ان هو بيبهرني بالشغل اللي بعديه. كل مره اشوف شغله اقوى لجلال الحمداوي، بحس ان هو دايما بيحط نفسه في مناطق دايما بتبقى صعبه، ودايما بحس ان انا وانا بسمع الاغنيه ببقى متمزج، ببقى متكيف وانا بسمع الاغنيه بسبب الميوزك. التوزيع كان عامل فيه شغل حلو جدا. اقوى حاجه كانت في الاغنيه كانت الالحان والتوزيع. الكلمات كانت حلوه من ايمن بهجت قمر وكانت عجباني، كانت كلمات كويسه جدا. شايف ان هي كانت مناسبه لعمرو دياب، وشايف ان دي سكه عمرو دياب. يعني ده لونه يا جماعه، الاغنيه دي ما ينفعش حد تاني يغنيها غير عمرو دياب.
يعني لو اي مطرب تاني غناها مش هتنجح معاه زي ما هتنجح مع عمرو دياب، ان التون بتاع الاغنيه والاغنيه كلها كموضوعا عايزه عمرو دياب. الاغنيه كلها بشكل عام كانت اقوى حاجه فيها الالحان والتوزيع. وانتوا برضه رايكم في الكومنتات تحت يا جماعه، انا عايز اعرف رايكم، الاغنيه كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده؟ انا بالنسبه لي شايف ان عمرو دياب ابتدى يعمل عوده قويه من تاني بعد اغنيه خلص على قلبي. هي كانت كويسه لكن ما كانتش احسن حاجه. منتظر اغنيه يا ليل، ان الاغنيه دي معمول فيها شغل جامد جدا، والاغنيه دي اللي هتنزل ان شاء الله. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت استجديد وتشوف اشترك فعل زر الجرس واعملوا لايك عشان نكمل في المحتوى اللي قدامه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قناه تدور. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.